السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم في قناة بنات ماما أمل. النهاردة يا حبايبي هنعلم المبتدئين البنوتات الصغيرين اللي لسه أول مرة تمسك الإبرة. إن شاء الله هنقول لها إزاي تمسك الإبرة وإزاي تعمل أول غرزة في الكروشيه. بس المهم يكون عندها العزيمة والإصرار إن هي عايزة تتعلم. إن شاء الله هنعلمها إزاي تختار الخيط وإزاي تختار الإبرة. هنعلمك إزاي من شوية خيط زي دول تعملي حاجات كتيرة، يعني تتسلي وتعملي حاجات نافعة. ممكن تعملي مشروع وانت قاعدة في البيت، تعملي جراب موبايل زي ده كده من اللي هو بيتحط عشان يشحن، نحط فيه الموبايل كده ونعلقه في الفيشة مع الشاحن عشان يشحن. ازاي تعملي فازة زي دي وتحطها كده وتجملي المكتب بتاعك، ويعني حاجات كده جميلة. ممكن تبيعيها كمان. ممكن تعملي بندانات زي دي كده، أي سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وممكن تبقى مشروع صغير وانت قاعدة في البيت. بس المهم يكون عندك الحب انك عايزة تتعلمي الكروشيه. ازاي تعملي شنطة زي دي برضو اهي، وتبقي مميزة وسط صحابك كده اللي عاملاها بايديكي. بس يكون عندك استعداد انك عايزة تتعلمي ونفسك تتعلمي. ان شاء الله هتبقي ممتازة ومتفوقة في انك تعملي حاجات احسن من كده. يلا بسم الله كده هنبدأ ونوريكم ازاي تختاري الخيط وازاي تختاري الابرة وتعملي حاجات زي اللي انت شايفاها ديت، وتسلي وقتك ويبقى وقت مفيد بالنسبة لك ومربح. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة اختيار الابرة. طبعا انت ادام انت لسه في البداية يبقى حبيبتي بلاش انك تستخدمي الابر الاستانلس، لانها طبعا عايزة خيط رفيع، وانتي في البداية هيضايقك اوي انك تستخدمي الخيوط الرفيعة. خلينا في الابر الالمونيوم. الابر الالمونيوم برضو مقاسات، فبلاش الابر اللي هي من 3، دي 2.5 بلاشها، و3 برضو بلاشها، دي 3.5 خليها. 3 دي لأ برضو بلاشها. يبقى هنبدأ من أول 3.5 و4 و4.5 و5 و6، لكن الإبر اللي أقل من 3.5 بلاشها. طيب كده احنا اخترنا الإبر الألمونيوم اللي ممكن أختارها واشتغل بيها في ألف ب كروشيه بالنسبة لي. طب الخيوط كذلك، الخيوط الرفيعة ده خيط تنجيد، لا بلاشه، هو جميل في الشغل لكن بالنسبة ليك انت مبتدئة لا. القطن برضو لا، لما تتعلمي الأول تبقي تمسكيه. الخيط بتاع البيبي دوت حلو برضو، معقول يعني، معقول نوعا ما. انما لو انت عايزة تشتغلي بقى لسه عشان ما تتضايقيش يبقى اختاري الخيط التخين او خيط سلسلة زي ده كده لو انت عايزة تعملي شنط، او خيط مكرمية مصري. هنختار طبعا الابرة المناسبة للخيط. طبعا لازم تختاري الوان فاتحة، اختاري الخيط اللي لونه فاتح. انا هنختار الابرة رقم 5 ديت، وممكن تنفع لها ابرة رقم 4، بس الاحسن عشان ما تبقاش الشغل مشدود مني، او لو ايدك يعني بتشد الشغل قوي وتخليه جامد كده يبقى خليكي في ابرة رقم 5، ابرة واسعة. طبعا انت زي ما انت شايفة كده الابرة بيبقى فيها حتة مبططة. الحتة المبططة دي طبعا لها استخدام، وادي سن الابرة او الخطاف بتاع الابرة. الحتة المبططة دي بيبقى مكتوب عليها المقاس بتاع الابرة. دي ابرة رقم 5 ملي، فانتي او مقاس يعني 5 ملي. ايدي بقى بتمسك كده، بص الصبعين دول الابهام والسبابة بيمسكوا، بنطبق ايدي عليهم كده على الحتة المبططة، والصبع بتاع الكبير او الوسطى ده بيسند الابرة كده، وسن الابرة او الخطاف بتاعها بيبقى في وشي.
زي ما انت شايفة كده. يعني هي مش غريبة عليكي، هي عاملة زي بالظبط ماسكة القلم. الصبع بقى في ايدي الشمال، صبعي ده بيبقى عامل زي المكوك، بلف عليه الخيط، ألف عليه جزء من الخيط، لفتين 3 4، وصبعيني دولت الوسطى والإبهام بنمسك بيهم الخيط. ولازم صبعي ده اللي ملفوف عليه الخيط يبقى مفرود دايما، ما نتنهوش ونرخي الخيط. لو رخيت الخيط طبعا هيبقى متعب لي. الإبرة أنا ماسكاها ومخلية السن بتاعها في وشي. هندخل كده جوه الخيط ونزق لفوق، وبعدين نطلع فوق الخيط ونلف كده، هنعمل كده دايرة اهو. بقت الإبرة جوه دايرة اهي. هنرجع تاني اهو، هوريكي تاني اهو. هنخش جوه الدايرة اللي انا عملتها، اخش كده من تحت الخيط وازق بظهر الإبرة. لازم صبعي يبقى مشدود شادد الخيط كده. هخش بقى كده اهو، لازم صبعي يبقى شادد الخيط اهو. هخش كده ازق الخيط بظهر الإبرة، وبعدين الف اطلع فوق الخيط، اخلي الخيط يبقى لافف على الإبرة كده اهو. وبعدين اطلع كده، اطلع تاني لفوق كده. عملت ايه؟ زي حلقة او خنيقة كده حوالين الإبرة. هعيد تاني واسحب كده، اطلع فوق الخيط. هعيد تاني اهو، اخش كده من تحت الخيط وازق بظهر الإبرة، واخش جوه الدايرة اللي انا عملتها على الإبرة اهو. اطلع بالخيط منها، اشد جامد بقى كده، اعقدها كده. عملت غرزة البداية، الحلقة بتاعت البداية بتاعت الشغل بتاعي. ممكن تعيدي الفيديو وتجربي اكتر من مرة وما تيأسيش. هخش جوه الدايرة ايه. طبعا انا بوريكي ان انا عملت دايرة. هنسحب ونطلع من قلب الدايرة اهو الحلقة بتاعت اللي على الإبرة دي. هروح كده ازق الخيط والف عليه كده واجي فوقه واسحبه واخش جوه الدايرة واطلع، يبقى كده بعمل سلسلة. هعيد تاني اعمل كده، ازق الخيط بظهر الإبرة واطلع فوقه واسحب بسن الإبرة كده اهوت، واخش جوه الدايرة او جوه الحلقة، وكده نبقى عملت غرزة سلسلة. هي دي غرزة السلسلة اللي هي بداية شغل الكروشيه. هي مش غريبة عليكي، لان طبعا احنا كلنا عارفين شكل السلسلة اللي هي بنلبسوها دايما، تبقى حلقات في قلب بعضها، بس احنا هنا بنعملها حلقات بالخيط. او صبعي اللي انا بلف عليه الخيط واقف شادد الخيط، ايديا الصبعين التانيين ماسكين الشغل من تحت وشادينه لتحت عشان ما يبقاش مرخي. الإبرة بتاعتي وشها ليا، او ازق كده واسحب واخش جوه الحلقة واسحب واكرر تاني. طبعا انت في البداية الحلقات دي ممكن تلاقي حلقة واسعة حلقة ضيقة، فانت طبعا انت مش هتشتغلي كده من اول مرة. انت هتتدربي عليها مرات كتير قوي. فكي واشتغلي وفكي واشتغلي على طول. الخيط اللي على صبعي خلص، الف كام لفة بدلهم وامسك الخيط كده اهو، الشغل يعني اشده لتحت كده بصبعيني اهو، واسحب واخش جوه الدايرة اهو، واسحب الف كده واخش جوه الدايرة، وهكذا جوه الحلقة اللي على الإبرة اخش اهو. شوفوا صبعي بقى اللي هو عليه الخيط كل مدى ما بيفوت كده عشان نسحب، ما نبقاش شد الخيط وموقفة صبعي كده، لا اهو بيتجاوب مع الشغل اهو. بينزل خيط اهو. ده يعتبر زي المكوك، شغال مكوك. دي الغرزة اهي انتوا شايفينها، الحلقات قد بعضها. طبعا انت في البداية مش هتعملي زي ماما امل، لا هتفكي وتعملي وتفكي وتعملي، لان انا بقالي سنين بنعمل. ده ظهر الشغل اهوت. يا ريت تعملي كده من دي الشغل ده متر كده وتفكي، ومتر وتفكي، ما تزهقيش، وان شاء الله هتتظبط معاكي لغايه ما ايدك تاخد على الشغل. واول غرزه اللي هي غرزه السلسله تدربي عليها كتير، وان شاء الله هنعمل منها اشكال جميله. يعني هتستفادي من الشغل دوت اللي هي غرزه السلسله. خلي حلقاتك كلها قد بعضها، وايدك تبقى سريعه كده وما تتلخبطش. يبقى كده انت وصلتي
يبقى انت كده وصلتي لانك عرفتي غرزة السلسلة واتدربتي عليها. لو حلقاتك بقت كده قد بعضها وبقيتي تشتغلي بسهولة وايديكي بقت مش مضايقاكي وتعبانة، يبقى كده انت اتدربتي عليها. يلا بقى اتجدعني كده واتدربي طول النهار وفكي كل شوية وما تزهقيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.